انت شخص محترم، بتساعد الناس وبتضحي جميل مع اصحابك، ما بتأذيش حد، بس برضه بتتغسل وبتنجرح وبتتكسر وبيحصل معاك حركات مش ولا بد. فين بقى العدل؟ الحياه مش عادله ولا ايه؟ انا سامح ودي حلقه جديده من سلسله يوم الثلاث. خليني اديك الصدمه واقول لك ان المشكله مش في الدنيا، بل المشكله في تفكيرك انت ناحيه الدنيا، ان انت شايف ان الدنيا عادله. علماء النفس بيسموا الحاجه دي باسم جاست وورلد فالسي، يا رب اكون نطقتها صح يعني. وهم العالم العادل، ان هو انك انت تكون مؤمن ان كل واحد كويس هيتكافئ، وان الشرير في اخر المسلسل هيتعاقب وهيخش السجن او هيموت. الاعتقاد ده بقى طبعا لما بننزل ارض الواقع وبنلاقي ان هو بلح مش موجود، الشرير اللي انت شايفه انه المفروض ان هو ينهزم، لا، شايفه بيكبر وبينجح ومعاه فلوس ودنيته زي الفل. والطيب اللي انت شايفه المفروض يتكافئ، شايفه طالعان ميتين امه والحياه بتديله بالجزمه. وده بيخليك تفقد ثقتك في الحياه، وان الخير اصلا اللي انا بعمله ده ملوش لازمه. لان في علم النفس ده اسمه انحياز معرفي. كونك شايف ان الخير دايما ينتصر والشر دايما يفشل، ده مش قانون كوني، ده مش وعد، دي مش قاعده. الكون مش اتش ار المفروض يكافئ الناس الحلوه واللي بتشتغل، وانه المفروض ان هو يعاقب الناس الوحشه اللي ما بتشتغلش. اشيل من دماغك الاستحقاقيه الزايده وتفكيرك عن العالم ان هو المفروض يرد لك كل حاجه بتعملها ويدي لك سلام في الاخر شهاده تقدير ان انت واقف مع اصحابك وجدع معاهم، شهاده تقدير ان انت بتشتغل وبتحب شغلك، شهاده تقدير ان انت كويس وما بتأذيش حد. فالعالم المفروض بقى ياخدك بالحضن. لا يا حبيبي، انما الحل بكل بساطه انك لما تعمل حاجه حلوه امشي بمبدا اعمل الخير وارمي البحر، ما تستناش منه حاجه. وعامه سعاده ان انت بتعمل خير بتيجي اصلا من ان انت بتعمله من غير مقابل، ان انت مش مستني منه شيء، بل الحلاوه بتاعته بتيجي في عمله مش في الانتظار اللي يجي بعد كده. وبس يا سيدي، اعمل بقى لايك واعمل اللي تعمله بقى.